واحد من أهم الدروس اللي اتعلمتها في البيزنس في السنتين ونص اللي فاتوا، واللي فعلا هو واحد من أهم العوامل اللي ممكن تساعدك إنك تستمر في المشروع بتاعك لأطول فترة ممكنة. لازم يكون عندك قدر كافي من الحب أو الشغف تجاه جزء معين في الحاجة اللي أنت بتعملها. وهنا مقصودش خالص الكلام بتاع اجري ورا شغفك وعيش الحلم واعمل الحاجة اللي بتحبها والكلام ده، لا خالص، الموضوع أكبر من كده. لما بتيجي تبدأ مشروع انت بتكون مضطر تعمل حاجات كتيرة جدا بنفسك، وفي حاجات انت ممكن تكون مش متدرب عليها مضطر ان انت تعملها برضو. حاجات مثلا زي الحسابات اليومية، التعامل مع الناس، تاخد قرارات في الشغل من غير ما يكون حد عنده خبرة حواليك، تعامل في ورق حكومي، وهكذا. وكل يوم هتلاقي التحديات دي بتكبر وهتكون مستمرة بشكل دوري. خلينا بس متفقين هنا ان فكرة الشغف مش شرط ان هي تكون مرتبطة بالمنتج او الخدمة اللي انت بتقدمه، ممكن يكون ليها علاقة بأي حاجة تانية، زي مثلا شغفك بالإدارة او شغفك بفكرة التطوير او اي هدف عموما ملوش علاقة بالمنتج او الخدمة. خليني أقول لك مثال على تجربتي الشخصية. اللي متابعني عارف إن أنا عندي شركة استيراد وتصدير، بجمع موتوسيكلات وبصدرها خارج كندا. ده معناه إن في تعامل بشكل دوري مع ناس من كل صنف ولون، تفاوض، ضغط، تعامل مع شركات الشحن، ورق حكومي وجمارك. كل الحاجات دي بالنسبة لي ما هي إلا ضغط وحاجات مملة جدا ما بحبش أعملها. طيب إيه اللي مخليني أكمل؟ يعني إيه اللي جابرني اللي أنا أكمل في الموضوع؟ حاجة واحدة، فكرة شغفي بموضوع البيزنس ديفلوبمنت، وهي إني آخد المشروع من مجرد فكرة في دماغي أو على الورق وابتدي أحولها لحاجة حقيقية وأشوفها بتكبر يوم بعد يوم. هو ده حرفيا اللي بيخليني أكمل وأعدي كل التحديات والحاجات المملة اللي بشوفها في الشغل بتاعي. فلما تيجي تبدأ مشروع، حاول على الأقل إن يكون فيه جزء معين أنت بتحبه أو عندك شغف ناحيته عشان تقدر تكمل وتستمر.